إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تأملوا عباد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مبينا سبب إكثاره من الصيام في شهر شعبان. أعمالنا التي نعملها في الدنيا يا عباد الله تكتب علينا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم يجدها المرء يوم القيامة ويحاسب عليها. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل في علاه، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه الإمام مسلم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نعم عباد الله، إن الأعمال التي يلقاها العبد يوم القيامة هي التي كانت ترفع وتعرض على الله جل في علاه. فإن كان العمل المعروض على الله عملا صالحا، أثنى الله عز وجل على صاحبه في الملأ الأعلى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وحديث أسامة رضي الله تعالى عنه دل على أن شعبان هو وقت لرفع الأعمال، ترفع فيه أعمال السنة يا عباد الله. فالرفع السنوي للأعمال يكون في شهر شعبان، أي أن أعمال السنة كلها ترفع وتعرض على الله جل في علاه في شهر شعبان يا عباد الله. بل إن أعمالنا يا عباد الله تعرض على الله جل وعلا في أوقات أخرى مختلفة. هذا الذي سمعتموه في حديث أسامة هو الرفع السنوي للأعمال، وثمة الرفع اليومي والرفع الأسبوعي والرفع الختامي. أما الرفع اليومي للأعمال فهو الذي يكون في كل يوم يا عباد الله بعد العصر وبعد الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه الإمام مسلم. فالملائكة يا عباد الله التي تتعاقب في اليوم ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل، ويسألهم ربهم جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وأما الرفع الأسبوعي للأعمال يا عباد الله فهو الذي يكون في كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، رواه الإمام مسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صومه الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الإمام النسائي. هذا هو الرفع الأسبوعي للأعمال يا عباد الله، يكون يوم الاثنين ويوم الخميس. وأما الرفع الختامي للأعمال فهو الذي يكون يا عباد الله عند انقضاء الأجل وموت العبد، فتطوى صحيفته ويختم عليها ويرفع عمله كله ويعرض على الله سبحانه وتعالى. وهذا عرض آخر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فيا عباد الله، إن أعمالنا تعرض على الله عز وجل في كل يوم وفي كل أسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، وتعرض عليه في شعبان أعمال السنة يا معاشر المسلمين. أعمالنا تعرض عرضا بعد عرض، وكل عرض هو لحكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، أو كما قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون الرفع اليومي على التفصيل، والرفع الأسبوعي والسنوي على الإجمال، أو بالعكس. فيا معاشر المسلمين، إن أعمالنا ترفع وتعرض على الله جل وعلا، فاحرصوا وقت رفع الأعمال على الأعمال الصالحة يا عباد الله. احرصوا على الأعمال الصالحة وقت رفع الأعمال إلى الله عز وجل، فهذا أدعى لقبولها. وقد سمعتم حفظكم الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ويكثر من الصيام في شعبان، فحين سئل عن ذلك بين بأنها أوقات ترفع فيها الأعمال إلى رب العباد. فكان صلى الله عليه وسلم يستعد لرفع الأعمال بعبادة الصوم، وهي عبادة عظيمة جليلة يا عباد الله، فحري بالعبد أن يستعد لوقت رفع الأعمال. وكذلك بالنسبة للرفع اليومي يا معاشر المسلمين، فيا سعادة من كان في صلاة الصبح وصلاة العصر حين ترفع أعماله إلى الله عز وجل، وهما الوقتان اللذان تتعاقب فيهما الملائكة، فيسألهم ربهم جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وعمله. فمن كان حينئذ أي وقت رفع الأعمال في طاعة وعبادة وقربة لله عز وجل، قال: بورك في رزقه وفي عمله. فأنت يا عبد الله قد علمت أن ثمة أوقاتا يرفع فيها عملك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت يا عبد الله لا تدري ما يرفع من عملك وما يقبله الله سبحانه وتعالى منه، ما يدعوك إلى الحرص على العمل الصالح في جميع أوقاتك. كان الضحاك بن مزاحم رحمه الله تبارك وتعالى يبكي في آخر النهار ويقول: لا أدري ما يرفع من عملي. ورحم الله إبراهيم النخعي، كان يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول: اليوم ترفع أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حال الصالحين من عباد الله عز وجل، إنهم يا عباد الله يجتهدون في الطاعة والعبادة، خاصة في وقت رفع الأعمال، وهم من خشية ربهم مشفقون. إنها لمصيبة عظيمة أن يغفل المرء عن وقت رفع الأعمال، فلا يبالي بالعمل الذي يعمله، ولا يحرص على عمل الصالحات في حياته. وها هو يا عباد الله شهر شعبان قد حل علينا ومضى منه القليل، وهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وتعرض عليه سبحانه وتعالى. فهل من مشمر يا عباد الله للاجتهاد في الطاعة والعبادة فيه؟ وهل من مجد يا معاشر المسلمين في إيقاظ نفسه من الغفلة؟ تلكم الغفلة المهلكة للعبد، التي هي سبب منع تذكره وتفكره في الآخرة واستعداده للقاء الله عز وجل. ولخطورتها أعني الغفلة يا عباد الله حذرنا الله جل وعلا منها
بل لعظمها حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ولا تكن من الغافلين. وحذر منها العباد فقال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. حذرهم الله عز وجل أن تكون حجتهم هي الغفلة في سبب تركهم لما فطروا عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واحرصوا على عمل الصالحات في أوقاتكم كلها. إن العمل الصالح يا عباد الله هو خير مدخر وأفضل مرتجى، كما قال سبحانه وتعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يعدون ويهيئون ويقدمون العمل الصالح يا عباد الله، لأن العمل يا عبد الله هو حصيلتك التي تخرج بها من هذه الدنيا ويترتب عليها مصيرك في الآخرة. فإن كان عملك صالحا فأبشر بالخير، والخير تبشر به يوم موتك ويوم دخولك القبر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن يأتيه رجل، أي في قبره يأتيه رجل حسن الثياب، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، يقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. نعم عبد الله، عملك الصالح هو أفضل الرفقاء وخير الأصحاب، لأنه يأتيك في يوم الوحشة في قبرك، يوم تكون وحدك، يأتيك في هذه الهيئة الحسنة مبشرا لك يا عبد الله. معاشر المسلمين، إن الأوقات التي نعيشها في هذه الحياة الدنيا هي فرصة نفيسة لا تعوض بثمن يا عباد الله. فإننا إن عرفنا قيمتها وحفظناها أثمرت لنا سعادة دائمة أبدية، وأما إن ضيعناها يا عباد الله فالثمرة حسرة وندامة. والذين حفظوا حياتهم الدنيا بالأعمال الصالحة واغتنموا أوقاتهم في الخير يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الذين غفلوا يا عباد الله وضيعوا أوقاتهم في حياتهم الدنيا في اللهو واللعب يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. احرصوا عباد الله على عمل الصالحات، وجاهدوا أنفسكم على إعمار وقتكم بها، فإن العمر قصير والأجل غائب، ولا يدري المرء متى يحل أجله، والله المستعان. وإن عملتم عملا صالحا فاحرصوا يا معاشر المسلمين على أن يكون خالصا لله جل وعلا، موافقا لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن ربكم جل وعلا لا يقبل من أعمالكم إلا ما كان خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إننا نتابع بأسى وحزن وألم ما جرى وما يجري لإخواننا في قطاع غزة بفلسطين، ما يتعرضون له من عدوان وقتل للنساء والأطفال والشيوخ، وترويع للآمنين، وانتهاك للحرمات، وتدمير للمنازل والمنشآت. تعرضون لظلم عظيم يا عباد الله، ما نعلمه من خبرهم يا معاشر المسلمين، الذي هو خبر مؤلم يوجب علينا الوقوف معهم ونصرتهم. تلكم النصرة التي تكون على حسب الاستطاعة وتراعى فيها الأحوال،
سواء كانت مادية أو معنوية. وإن مما يحرص عليه المؤمن يا عباد الله دعاء الله جل وعلا لإخوانه في كل وقت. فالله الله في الدعاء لإخوانكم بغزة، الله الله في عدم الغفلة يا عباد الله عن دعاء الله جل وعلا. تنتفعون أنتم بالتقرب إلى الله بدعائه، ولعلهم ينتفعون بإجابة دعائكم فيفرج الله جل وعلا عنهم كرباتهم. تسألون الله جل وعلا لإخوانكم يا عباد الله وقلوبكم تتألم وبالكم لا يهنأ. تسألون الله جل وعلا أن يصلحهم وأن يصلح أحوالهم، وأن يسدد أقوالهم وأعمالهم، وأن يزيل كربتهم وشدتهم، وأن يرفعها عنهم، ولا يرفعها عنهم إلا هو سبحانه وتعالى. وعزاؤنا يا عباد الله في مصاب إخواننا أننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل قتلاهم عنده من الشهداء، شهداء الدنيا والآخرة أو شهداء الآخرة. فكثير من إخواننا في قطاع غزة يا عباد الله قد ماتوا تحت الهدم الناتج من جراء قصف الصهاينة عليهم من الله ما يستحقون. فإننا نسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يجعل لهم ما للشهداء، فإن الشهداء عند الله لهم منزلة عظيمة ولهم فضل وخير كبير. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم على خير عظيم يا عباد الله. فهذا الذي نرجوه لإخواننا، ولا يعلم الشهيد إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم تقبل قتل إخواننا في غزة عندك في الشهداء. اللهم قاتل الكفرة من اليهود والنصارى وأعوانهم، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وغضبك إله الحق. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.